السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا طبق الكشري اللذيذ ده في فطار رمضان. أحلى طبق كشري وسلطة والشطة بتاعة الكشري والدقة لذيذة جدا جدا جدا، وطبعا عليه الورد أو البصل المقلي. بجد طبق تحفة ولذيذ جدا. هنشوف الوصفة والطريقة، بس قبل ما نشوفها ياريت اللي مشتركش في القناة يشترك حالا ويفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا هنشوف الوصفة والطريقة بالتفصيل، بس ياريت لو عجبتكم الوصفة ادعموني بلايك. شايفين الجمال والتحفة دي؟ اول حاجة الصلصة انا عملتها بشوية توم وعصير طماطم، توم وزيت يدوب ده بقى لونهم ذهبي كده، شوية التوم، ونزلت عليهم بعصير طماطم فريش وملح وفلفل وكزبرة وكمون، بس كده. ممكن نضيف حتة سكر صغيرة وسنة خل بسيطة هتديها طعم لذيذ كمان. وادي البصل انا حمرته زي ما انتوا شايفين كده، كان خلاص اتحمر وطفيت عليه. وادي الحمص سلقناه، لسه هنعمل الرز بالشعرية زي ما انتوا شايفين. البصل خلاص كان اتحمر وهبتدي اطفي عليه. نزلنا بالشعرية الاول مع شوية زيت حمرناهم، وهننزل عليهم بشوية رز عشان نعمل الرز بالشعرية اللي تبع الكشري بتاعنا. زي ما انتوا شايفين هندي تقليبة للرز مع الشعرية، ونخليه كده لونه يتغير يبقى ابيض فاتح خالص زي الكريستال كده. بعدين هننزل عليه بمية، طبعا هنملحه الاول وبعدين ننزل عليه بالمية زي ما انتوا شايفين اهو. نزلنا بشوية ملح وشوية ملح تاني عشان يتظبط معانا الطعم، وقلبناه كويس. وبعدين هنزل عليه بالمية، طبعا هنغطيه بالمية يدوب تغطية خفيفة كده ونسيبه شوية، وبعدين نهدي عليه النار يغلي كده شوية، وبعدين هنهدي عليه النار ونسيبه بقى يستوي براحته. زي ما انتوا شايفين ادي غطيناه بالمية اهو، يدوب تغطية خفيفة زي ما قلنا اهو زي ما انتوا شايفين. وادي العدس كنا سلقناه في شوية مية وخلاص هو كده استوى وتمام. وادي الصلصة بتاعة الكشري بتتسبك، وادي الحمص على النار، ده حمص بلدي عشان كده سايبينه كتير على النار. وهنغطي الرز وهنهدي عليه النار ونسيبه يستوي على نار هادية. بعد كده يعني يستوي شوية يعني زي دقيقتين 3 كده، وبعدين نهدي النار عليه. وادي الدقة بتاعة الكشري، نزلنا في الطبق بشوية توم مفروم طبعا
وشوية خل او فينيجر with minced garlic and lemon juice، عصير نص ليمونة، وشوية ملح طبعا، وهنحط عليهم يدوب كده معلقة صلصة خفيفة عشان لون الدقة يكون محمر كده وحلو وطعمها يبقى لذيذ. ودي الصلصة خدت منها شوية وحطيتها شوية مية على النار وشوية شطة عشان تدينا الشطة بتاعتنا. وادي الدقة، وادي الكشري بتاعنا، احلى كشري ولا كشري ابو طارق، احلى كشري في مصر. ودي شوية سلطة كده وشوية شوربة وشوربة لسان عصفور يعني. ودي الدقة اهي، احلى دقة مع احلى طبق كشري، طعمه وهم عجب كل اللي اكل منه، وطعمه كان لذيذ جدا. جربوه بنفس الخطوات والطريقة هيعجبكم جدا. ويا ريت لو بتعملوه بطريقة تانية يا ريت تقولولي. انا عملته قبل كده اللي هو بالطريقة السريعة او كشري الحلة الواحدة، كان برضو لذيذ جدا وتحفة. والطريقة دي اللي هي الطريقة الأصلية بتاعته. سواء دي او دي الاتنين طعمهم تحفة. جربوا دي او دي، شوفوا اي واحدة هتعجبكم اكتر.